ناس كتير فاهمه ان البيج داتا والاي اي بيقدروا يحلوا نفس المشكله او هم نفس الحاجه، ولكن الاي اي والبيج داتا هم حاجتين منفصلين عن بعض. في الفيديو دوت تعال اقول لك ازاي نقدر نفصل او نقدر نميز ما بين الاتنين دول. ببساطه شديده الاي اي هو نظام بيبني ويجمع وينظم ويعمل سيستم ورك فلو معين، تقدر ان انت تبروسس البيانات بتاعتك في الوقت والشكل ويطلع البيانات بالحجم او بالشكل المظبوط او الاكسبكتد داتا اوتبوت. ولكن الاي اي شغله انه يفهم ويشرح ويفصل. البيج داتا من غير الاي اي هي عبارة عن بيانات كتيرة جدا، صعبة الفهم، صعب السيطرة عليها، وما نقدرش نتحكم فيها بشكل سلس وبسيط وفي أسرع وقت. والاي اي من غير البيج داتا هو مجرد سيستم بيجنريت وبيطلع كلام من غير فهم ومن غير أي معلومة ولا حقيقة تقدر ان انت تستدل عليها. علشان كده الشركات الصح والكبيرة ما بتستعملش او مش بتستبدل البيج داتا بالاي اي بشكل مباشر، ولكن بتبني نظام الاي اي على اللاير او كلاير او كواجهه على البيج داتا علشان يقدر يقرا البيانات الكتيره، يطلع علاقات ما بينها ويسرع من البروسيسنج بتاعك والاسيستنت ديسيجنز او يساعد في اتخاذ القرارات. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الاي اي بيتحط فوق البيج داتا وليس بديل للبيج داتا. البيج داتا هو الاساس، الاي اي هو العقل واللي بيفكر واللي يقدر يطلع قرارات، ولكن الاتنين لازم يمشوا مع بعض in parallel. لو عجبك الفيديو دوت تابعني واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.